السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة، ويا رب اللي حصل معايا ده ما يكتبه على أي حد. أنا أخوكم وليد أبو عمر، بعمل محتوى كوميدي وكده، تمام. شغال دليفري، ماشي. فالشغل عندي في مشكلة في الشغل وكده، سبت الشركة اللي أنا كنت فيها بسبب إنهم كانوا بياكلوا علينا فلوس وكده، ماشي. أنا عامل كنت عامل بث مباشر أو عامل الفيديو ده بالنسبة لي، ما أما أطلع وأحكي كده أخرج اللي جوايا، حتى عشان أعرف أنام، ولما بنام بيجيلي كوابيس، فيا رب ما يكتبها على حد اللي حصل معايا دوت. والحمد لله على كل خير، وإن ربنا نجى الواحد. وكان معايا ست برضه، ست كبيرة كده قد أمي، عندها بتاع 55 سنة، كانت هتموت، والحمد لله ربنا نجانا أنا وهي. الناموس هنا عندنا حاجة صعبة، إحنا في الأرياف وكده، فبطلع أشتغل في الهرم وفيصل، فالجو ما كان معانا مش أحسن حاجة، سبت الشغل، تمام. نزلت مع واحد صديقي من زمان يعني، عنده عنده تلاجة بتاعت مجمدات وكده، فبيوصل بضاعة بتروسيكل وكده. قلت له الجو معايا مش أحسن حاجة، أنزل معاك وكده. الراجل ما تأخرش عليا وقال لي انزل. قلت أنزل عشان خاطر مصاريف البيت وكده، فنزلت معاه. يا دوبك هو من أول يوم والله الحمد لله على كل حال، واخد بضاعة وراح أوصلها، وفي ترعة نزلت فيها بالتروسيكل، ازاي ما اعرفش، حد حدف عليا، ماشي. بدوس فرامل، ما فيش فرامل، ازاي مش عارف. تروسيكل يعني حالته زيرو، الله اكبر عليه، يعني حالته زيرو، تمام. المهم نزلت في الترعة بالبضاعة، كان معايا بضاعة كتير بمبلغ وقدره، مش عارف انام، عايز انام ومش عارف، بسبب ما بنام بحلم بكوابيس. الكلام ده حصل معايا امبارح، يا دوبك بس انام، انا ما بخرجش من البيت، جالي زي حالة اكتئاب، اجي انام ما بعرفش انام، وبصحى على كوابيس، بحلم بالحادثة، وهشوف ازاي حصلت، مش مجمع ازاي حصلت. الحمد لله على كل حال، وربنا نجانا، وكل الناس، ناس كتيرة كانت ماشية ولحقونا. التروسيكل قال لك لو كان التروسيكل اتقلب عليك في المية خلاص، ما كنتش هتطلع منها سليم، ولا انت ولا الست اللي معاك. افرض الست اللي كانت معاك ماتت، انا كنت عمال اعيط، تمام. يقول لك طب افرض الست اللي معاك ماتت او انت كنت مت، فقول الحمد لله كل الناس. وفي بالك انا عمال يهزر وعمال يضحك، تمام. فالحمد لله يعني على كل حال. نزلنا بالتروسيكل، كان معايا محمل للست اللي بضاعة ورايح اوصلها لها، بضاعة صناديق رنجة بقى، انتوا احنا في شم النسيم وكده، الموسم بتاع الرنجة، صناديق رنجة وبتاع ودنيا، بضاعة كتيرة كنت واخد لها هي، وكانت معايا زبونة تاني هوصلها في نفس المنطقة اللي هي فيها. المهم وانا ماشي، يا دوبك ماشي في امان الله، لقيت التروسيكل نزل بيا حد حدف عليا، نزل بيا في المية. طبعا الهدوم بتاعتي هبعت لكم، هوريكم الصور. هدومي كلها عبارة عن، شفت انت المكان ده، عزكم الله. الاماكن دي للاسف عندنا في الارياف بيدلقوا فيها بتاع الصرف الصحي، بيرمي فيها، تمام. بيصرف فيها، البضاعة باظت بليت كلها. طلعنا التروسيكل، والحمد لله على كده. انا كنت نازل عشان خاطر اجيب مصاريف ليا ولعيالي، عشان خاطر ما اقعدش. انا اتعينت في شركة تانية، امازون نازلة في الهرم وفيصل، طلع عشان خاطر اجيب مصاريف لعيالي، حصل اللي حصل ده، الحمد لله والشكر لله على كل حال. انا كده من امبارح لحد النهارده على السرير زي ما انتم شايفين كده، ماليش نفسي ان انا اطلع بره، ولا ليا نفسي ان انا اتكلم مع حد، ولا اقعد مع حد، ولا اي حاجه. نفسيتي قفلت. كنت بطلع اصور مع اخويا شغل تصوير، بس المرتب يعني ما يصرفش، وانا زوجتي شغاله وانا شغال، ما يجيبش حاجه يعني. التصوير 130 جنيه، ما يعملوش حاجه، تمام. مسؤوليه بقى، مسؤوليتك الكاميرا والكلام ده كله، فاهم ازاي. فالحمد لله على كل حال. احب انصح الناس ان انت لو شفت حد مبتلى ما ما, ما تشمتش فيه، لان ممكن ربنا يعافيه ويبتليك، تمام. والحمد لله على كل حال. احنا راضيين بقضاء ربنا، وكل اللي ربنا يجيبه خير، والحمد لله على كل حال. الراجل طلع محترم معايا، انا طلعت عملت البضاعة تمنها كتير. قلت ان انا يا جماعة انا هبيع البيت بتاعي، انا عندي بيت اللي انا قاعد فيه دوت 100 متر صافي، الدور الاولاني متشطب، والدور التاني على السقف. اكيد انتوا شفتهم في الفيديوهات، في فيديوهات كتيرة، فيديوهات، اغلبية الفيديوهات 90% منها بنصور جوه البيت، سواء في اوضة النوم اللي انا فيها ديت، او اوضة الاطفال، او الصالة. واوقات كتيرة كنا بنصور العجل، ساعة ما كان عندنا العجل صورنا من فوق السطح، تمام.
وفي فيديوهات بتاع المعيز برضه، كنا جايبين معيز، فكل ده الحمد لله احنا بعناه. والراجل رفض. انا نزلت منشور على الفيس ان انا عارض بيتي. طبعا احنا ارياف وكله هنا الناس كلها يعني في ود مع بعضيها، يعني كله عارف بعضيه وكله. حتى لما وقعت ربنا اكرمني باهل بلدي، وقفوا معايا وطلعنا التروسيكل. تمام. كان من المستحيل ان هو يطلع. حاولنا نطلع بعربيه، ما فيش. جه حد بتاع جرار راح مطلعه وطلعناه، والحمد لله والشكر لله. حتى الراجل قال لي يا ابني انت هتبيع بيتك ليه ومش بيبيعه ليه؟ انا مش عايز حاجه. قلت لهم يا جماعه عندنا حتى لما بيحصل اي ظرف زي كده لاي حد، في احلى حاجه في الارياف عندنا بيلموا، ممكن يلم لك وبتاع. قلت يا جماعه انا عندي عزه نفس، ما احبش عندي اموت ولا ان حد يلم لي ربع جنيه ولا اديني جنيه، ما احبش. انا شغال، وانا شغال دليفري ببقى ماشي. الموتوسيكل يعني اول امبارح الموتوسيكل شطب معاه بنزين والاحتياطي بايظ عندي. اقسم بالله مشيت مسافه كبيره بتاع كيلو ونص. تمام. عشان خاطر اروح البنزيمه وافول ولا اني اقول لحد، بتكسف بتحرج اي حد ان هو يساعدني باي حاجه. والحمد لله على كل حال. الموضوع عدى، اللهم لك الحمد والشكر. فانا بتحرج حتى لما نزلت كل اصحابي وقرايبي، احنا كلنا نسايب واصحاب وقرايب في اي بلده، اي قريه من الريف، فده طبيعي يعني. قالوا لي لا ما ينفعش. هو الراجل منه لنفسه قال لي لا انا مش عايز ثمن البضاعه، خلاص ربنا يعوض عليا. اهم شيء عندي ان انت طلعت سليم، والست اللي معاك برضه سليمه. لو كانت ماتت كنا هنقعد نجري ورا محاكم وقواضي وبتاع ودنيا. والحمد لله اللي ربنا نجاك، والحمد لله ان انت طلعت منها على خير، اللهم لك الحمد والشكر. فانا كنت مستبعد كل البعد ان انا اعمل حادثه زي كده، ونزلت في الميه، غطست، الميه كانت غويطه، وربنا نجاني الحمد لله، ونجى الست اللي معايا، الست الفاضله ديت. اتبهدلنا اخر بهدله. اوريكم صوري بعد ما روحت البيت لابس الفيست ده، المفروض ان هو فيست لونه رمادي كده فاتح باسود، كان لونه اسود. الشنطه بتاع الشغل، بلبس الشنطه اللي هي بتاع الشغل دي، اتبهدلت، كل حاجه اتبهدلت، الحمد لله والشكر لله. انا كنت نازل عشان خاطر الشركه اللي انا نازل فيها امازون ناو ديت، زي سوبر ماركت زي بريد فاست وكده، هتفتح لسه يوم 24 او 25. قلت اخبط في اي حاجه لحد ما ربنا يكرم نجيب مصاريف البيت وكده. فالحمد لله والشكر لله ان هي جت على قد كده، وان بعد العسر يسر. ربنا يصبرني، وانا مش قادر اتخطى. كل شويه بفكر في موضوع الحادثه ده، ومش عارف اتخطى ان انا حاجه زي كده. اي مشكله كانت بتقابلني كنت بتخطاها. لما كانت الدنيا مزنقه معايا قبل كده، مراتي بصيت لقيتها نزلت الشغل وفضلت تساعدني وكده. الحمد لله على كل حال. واتمنى ان انت لو شفت اخوك المسلم في دقيقه، مسلم مسيحي يهودي، انت شفت اخوك في دقيقه او في اي حاجه، بلاش تسخر منه او تتريق عليه او اي حاجه زي كده. يعني انا بالتروسيكل ورايح اوصله عند الراجل، واحد بيتريق عليا بيقول لي بتعرف تعوم؟ يعني مش هقول لك مثلا ايه دي سلبيات 1%، 99% كل الناس كانت واقفه معايا، اللي بيشد من هنا واللي بيعمل من هنا واللي بيعمل، كل الناس عشان خاطر نطلع التروسيكل، وفضلوا واقفين معايا لحد ما ربنا كرم وطلعنا التروسيكل الحمد لله. تروسيكل زيرو. الحاجه اتبهدلت، البضاعه خلاص نزلت الميه. بقول لكم الميه ديت عباره عن صرف صحي، مكان الصرف الصحي. والحمد لله ربنا نجانا وطلعنا منها على خير. وربنا يا رب ما يكتبها على حد، وربنا ما يكتبها على حد. وان شاء الله ربنا يعدينا منها على خير، واتجاوز اللي انا فيه ده. نفسي اتجاوز اللي انا فيه دوت وأعدي منه بسهولة. نفسي أبطل تفكير في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه دوت. نفسي أنام زي البني آدمين كده، ما يبقاش موضوع إن أنا الشغل أو المسؤولية كان أمر سهل، إنما شغل ومسؤولية وفي الحادثة، في التفكير في الحادثة والكلام اللي حصل ده، ربنا يا رب ما يكتبها على حد. الحمد لله على كل حال.